الفيديو ده ليك انت، ما تخليش والدك او والدتك يشوفوه، لاننا هنتكلم عن وقت الراحة واهمية وقت الراحة. واعتقد كلمة الراحة دي هتضايقهم جدا في الوقت اللي احنا فيه وداخلين على امتحانات والمفروض مذاكرة على طول. يعني موضوع الراحة ده موضوع مهم جدا لاي حد بيذاكر، سواء كنت طالب بقى في مدرسة او جامعة او اي حاجة او حتى بتشتغل. السؤال اللي بنسأله كتير، ليه لازم نهتم بوقت الراحة؟ وازاي الراحة بتأثر ايجابيا على قدرتنا على المذاكرة حتى لو كان وقت ضيق قبل الامتحانات؟ وكمان ازاي نخلي الراحة تساعدنا ان نرجع نذاكر بطاقة عالية. خلينا نقسم الفيديو لعدة محاور. المحور الأول، ليه وقت الراحة مهم؟ ليه دايما في كل الفيديوهات اللي بنتكلم فيها بنأكد على إن الراحة جزء لا يتجزأ من خطتك اليومية؟ الراحة بتعمل إيه؟ أول حاجة، راحة المخ وتعزيز التركيز. المخ بتاعنا مش آلة شغالة 24 ساعة، أو أقول لك على حاجة، اعتبره آلة وشغالة 24 ساعة، هتاخد منها نفس الكفاءة؟ هتعطل بعد قد إيه؟ حتى الآلة ما ينفعش تفضل شغالة على طول. لما نقعد نذاكر لفترات طويلة من غير راحة علشان نبين لنفسنا ان احنا يعني اخدنا الموضوع جد، وعلشان نرضي اللي حوالينا ان احنا خلاص احنا بنموت اهو، علشان غصب عنك التركيز بيقل تدريجيا ونبتدي نحس اننا بنذاكر من غير ما نفهم. الراحة البسيطة اللي بناخدها ما بين اوقات المذاكرة بتخلي المخ ياخد نفسه ويرجع يشتغل تاني بكفاءة. تاني سبب من اسباب اهمية الراحة، تقليل الاجهاد العقلي، وده ممكن يخليك تحس بالملل. ليه بتحس بالملل؟ لو رجعت للفيديو اللي اتكلمنا فيه عن الملل، ان انت بتكركب الدنيا فوق دماغك وتقعد تذاكر على طول، او تحط لنفسك جدول غير منطقي. اللي بيحصل لك اجهاد. الاجهاد ده بيخليك ما تقدرش تواصل المذاكره بشكل كويس، فتحس ان انت مش عارف تحصل، فتحس ان انت الموضوع بيهرب منك. مش بترجع ده بقى الاسباب الحقيقيه، لا، بترجعوا لان المواد صعبه وانا داخل على امتحانات وشكل كده الموضوع هيفلت مني. طبعا ربنا يحفظك وننجح كلنا، بس السر في حاجه بسيطه جدا، ان انت ما خدتش وقت راحه حتى لو بسيط. في ناس اعرفها شخصيا كانت بتعيش الدور ويعيش بقى دور الطوارئ بقى، وان انا بقى لا بص، انا لا حتى مش هحلق شعري ومش هعمل ومش هخرج وهفضل قافل على نفسي وهعمل، بس النتيجه بتكون ايه؟ الاجهاد بيدمره. طبعا التوتر بيلاقيك مفرهد بقى ومجهد، فيقول لك بس سيبهولي ده لعبتي، فيدخل بقى على دماغك ويتسلى عليك. وقت الراحه البسيط بيعمل ايه بقى؟ بيقلل الاجهاد ويديك شحنه ايجابيه تكمل بيها. ثالث سبب من اسباب اهميه وقت الراحه، تحسين التذكر واستيعاب المعلومات. مخك بيحتاج وقت لمعالجه المعلومات اللي انت بتذاكرها، يعني الراحه مش وقت ضايع، بالعكس ده وقت المخ بيرتب فيه الحاجات اللي لسه مذاكرها. فانت خد وقت راحه ودي فرصه لمخك يرتب بقى شويه الحاجات اللي انت كركبتها له دي عشان تاخد منه شغل نظيف. تعال نتكلم بقى عن المحور الثاني في الفيديو، تأثير الراحة الإيجابي على المذاكرة. أول حاجة، بيقسم الوقت بشكل ذكي. لو وقتك ضيق مش معناه إنك تذاكر طول الوقت بدون راحة. جرب إن أنت تذاكر مثلا نص ساعة وترتاح 5 دقايق، ده بيضمن إنك تستفيد من كل دقيقة بتذاكرها. طبعا ما تلتزمش بنص ساعة، ممكن ساعة وتريح 10 دقايق، ممكن تذاكر ساعة ونص، براحتك يعني. قسم أنت وقتك براحتك خالص، بس المهم ما تنساش وقت الراحة، لأنه بيساعدك تكمل مذاكرة بطاقة عالية جدا كأنك لسه في بداية اليوم، وده اللي هنشرحه في المحور الثالث. تاني تأثير إيجابي للراحة، زيادة الإنتاجية. لما تدخل وقت راحة بسيط جدا وسط المذاكرة هتلاقي نفسك قادر تذاكر أكتر وبتركيز أعلى. الموضوع زي رياضة الجري، عارف لما تقعد تجري، لو فضلت تجري من غير توقف أكيد هتنهار بسرعة، لكن لو خدت فترات راحة صغيرة تاخد فيها نفسك كده وتستعيد فيها قوتك، هتجري لمسافات أطول وهتقدر تكمل شغلك بشكل كويس. ثالث تأثير إيجابي للراحة، الاستفادة القصوى من الطاقة. بتستفاد من طاقتك اللي انت بدأت بها يومك بشكل كامل. الراحة مش بس راحة المخ، يعني ما تفكرش ان انت بتريح دماغك وخلاص فتفضل قاعد، لكنها كمان بتجدد طاقتك الجسديه. ما انت ما تفضلش برضو قاعد في وقت الراحه، عندك 5 دقائق او 10 دقائق بترتاح فيهم، ممكن تقوم بقى تتحرك، تعمل شويه حاجات، تلعب شويه رياضه خفيفه تفك جسمك يعني. تعالى بقى للمحور الثالث في الفيديو ده، ازاي نخلي وقت الراحه يساعدنا نرجع نذاكر بطاقه عاليه كاننا لسه في بدايه اليوم. اول حاجه في وقت الراحه، بتختار النشاط المناسب اللي تقضي فيه وقت راحتك. وقت الراحه مش معناه انك تقعد على الموبايل او تدخل السوشيال ميديا. طبعا انت زهقت مني من كلام الموبايل والسوشيال ميديا والحاجات دي، كل فيديو اقول لك عليها، لكن ده ممكن يسحبك لوقت اطول. فبدل ما تعمل ده، اعمل حاجه بسيطه زي انك مثلا قوم اشرب ميه، قوم اعمل شويه شاي، العب شويه رياضه، اعمل اي حاجه يكون نشاط مناسب لوقت الراحه، ما يسحلكش، ما يجيتش دماغك. السوشيال ميديا بتدمر الدماغ حتى لو انت مش حاسس. تاني حاجه تعملها في وقت الراحه، تبعد عن الضغط النفسي. ما تفكرش في المذاكره خالص، حاول تفصل تماما، سيب عقلك ياخد بريك كده حلو، سيب مخك ينظم نفسه ويعد ترتيب اوراقه، ما تضغطش عليه، ما تقعدش تدخله افكار سلبيه زي انا ما لحقتش اخلص كذا، انا اليوم هيخلص
اخلص وما اعرفش اعمل كذا، لا ده انا لسه كذا، ده انا عندي الحته الفلانيه مش عارفها. ما تقعدش تفكر نفسك بالنكد. ثالث حاجه تعملها ودي مهمه جدا في وقت الراحه، خلي وقت الراحه محدد وواضح وكل مره نقولها. يعني ما تقولش مثلا انا هرتاح لغايه ما ارتاح خالص واحس ان انا قادر ان انا اذاكر، لا لا لا، ما تسيبهاش مفتوحه، لان انت نفسك يعني جسمك وعقلك مش هيقولوا لك لا احنا لسه مش مستعدين، ما تشتغلناش. انت بقى سيطر على دماغك، ما تسيبهاش هي تسيطر عليك. بص يا دماغي انت هترتاح لمده 10 دقائق بس، 10 دقائق خلصهم يلا هنرجع للمذاكره تاني. ده هيدفعك ان انت تستثمر ال10 دقائق استثمار ناجح جدا، لان انت عارف انه 10 دقائق ويخلصوا، الدنيا مش مفتوحه. في النهاية اللي نحب نأكد عليه إن وقت الراحة مش رفاهية ولا تضييع وقت، ده جزء أساسي من خطة للمذاكرة الناجحة. لما تدي لنفسك وقت ترتاح فيه هتلاقي إنك بتذاكر بشكل أفضل وأسرع. وانا بقول لك الكلام ده عن تجربه. جرب تقسم وقتك بطريقه ذكيه وخد فترات راحه صغيره وشوف الفرق بنفسك. حاول تدخل في وقت الراحه الحاجات اللي انت بتحبها بس في الوقت المحدد وما تستهلكش منك طاقه كبيره. احنا بناخد راحه علشان نقدر نكمل مذاكره، مش بناخد راحه علشان ننجز فيها انجازات تانية خالص.